السلام عليكم. سنتكلم اليوم عن البر وعمل الخير والخوف من الله. الخوف من الله والبر هو أن تخاف من أي شيء تشك أن فيه غضبا لله، أن هذا الشيء يغضب الله، أو أن هذا الشيء معصية. أن تبتعد عن الشبهات، مثل أن تظلم إنسان أو تأخذ مال إنسان، أو لا تدفع أجرة عامل عندك كاملة، تدفع له أجرة منقوصة. والخوف المذموم. الخوف المحمود هو الخوف من الله ومن عقاب الله عز وجل الذي يحملك على ترك المعاصي، هذا هو الخوف المحمود. أما الخوف المذموم فهو الذي يكون فيه يأس من رحمة الله عز وجل، يشتد بك الخوف حتى تيأس من رحمة الله، هذا مذموم ولا يجوز هذا. نعم. والصدقات إخوتي فيها أجر كبير ودفع كبير للبلاء. الصدقات هي نور وسط الظلمات يا إخوتي. الصدقات والإحسان إلى الفقراء والمساكين والمحتاجين هي نور وسط الظلمات يا إخوتي. هي نور على نور ودفع للبلاء والأمراض والأسقام. نثق به أن رجلا كان يمنع زوجته من أن تتصدق على مسكين يطرق الباب، فطرق الباب مسكين ذات يوم وقال إنه ليس عليه ثياب تقيه من البرد وليس له طعام وهو جائع عاري، فأخذت ثوبا من البيت وأعطته، رقت لحاله فأعطته كما رق أبو هريرة لحال من؟ لحال الشيطان. أعطته ثوبا وأعطته 3 ثمرات. وكان زوجها نائما في المسجد فرأى أن القيامة قد قامت وأن الناس في موج عظيم وحر شديد وشمس لاهبة، وإذا بكساء يعلو رأسه وفيه 3 خروق، فرأى 3 تمرات جاءت فسدت هذه الخروق فتعجب وانتبه من نومه منذعرا وقص على زوجته هذه الرؤيا، ففهمت الزوجة أن هذه الرؤيا بسبب الكساء الذي تصدقت به والتمرات، فقالت له القضية كذا وكذا، جاءني رجل بعد الظهر وشكى حاله وفقره ومسكنته فأعطيته ثوبا وتمرات، فقال لها لا تردي مسكينا بعد اليوم. الله أكبر، نبهه الله. وهذا مصداق الحديث: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. يسر لك أن تتصدق كل يوم فهذا هو الأكمل حتى تدخل في دعوة الملك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث متفق عليه: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وينزل ملكان من السماء، يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. فكل يوم احرص على أن تتصدق ولو بريال حتى تدخل في دعوة الملك. تصدق ولو يسر لك أن تتصدق كل يوم فهذا هو الأكمل. يعني هنا خاوتي شوفوا الصدقات والإحسان إلى الفقراء راهي عندها أجر كبير. خلونا من العقلية هذه يا خاوتي، تلقوا واحد فقير مسكين يطلب تقولوا أو عنده الملايين ولم الملايين من التسول ومن الفقر. حرام عليكم خاوتي. حتى الدول العربية عملت قوانين تمنع التسول. يعني امرأة فقيرة عندها أيتام ما لقتش عمل، صاحب العمل تحرش بها جنسيا ولا حاجة، راح تتسول باه تحافظ على شرفها، تحكمها أنت تداها للحبس بتهمة التسول والتشرد. وش تولي تعمل هذه المرأة؟ تولي تعمل الحرام، تولي تعمل الحرام باه توكل ولادها. ولا إنسان مريض محتاج عملية جراحية
تسمى حكمت عليه بالإعدام، راح يتسول به يلم حق العملية الجراحية، وهو أب عيال ولا يتيم مقطوع من الشجرة، راح تتسول كي طبق عليه انت القانون هذا ودخلوا للحبس اللي عملته الدول العربية للأسف. في أمريكا كاين التسول، في أمريكا كاين المتسولين أكثر من الدول العربية، كاين المتشردين في أمريكا أكثر من الدول العربية. كيفاه نحن الدول العربية دول العالم الثالث حابين نلعبوها خير من أمريكا، حابين ندخلوا الفقراء والمتسولين للحبس باه يقولوا علينا بلي رانا ما عندناش فقر وما عندناش تسول، بلي راهو الشعب تاعنا متهني. كما قال يحيى، قال الشعب الجزائري راهو فرحان. الشعب الجزائري مش فرحان، الشعب الجزائري راهو ماهوش فرحان يا إخوتي. كاين ناس فقراء ربي يعلم بهم في الدول العربية، وللأسف القانون هذا راهو صادق عليه البرلمان الجزائري. ونوجه نداء إلى رئيس الجمهورية أمير المؤمنين حفظه الله عبد المجيد تبون ألا يقبل هذا القرار ويرفضه ويقوم بإلغائه، لأنه قرار ظالم وجائر في حق الفقراء والمحتاجين. وهو رئيسنا عبد المجيد تبون صاحب عقل حكيم وصاحب حكم رشيد، ونتمنى أن يرفض هذا القانون ويقوم بإلغائه. وأتمنى أن تصله رسالتي هذه ويصله صوتي. بارطاجوا خاوتي باه نوصلوا صوتنا للمسؤولين. درك نسمعوا كيفاه الصدقات تدفع البلاء إن شاء الله. تصدق والله يحسب سبحانه وتعالى. إن أحدكم إذا تصدق بصدقة من كسب طيب أخذها الله بيمينه فيربيها له. تصدق والله يحسب سبحانه وتعالى. إن أحدكم إذا تصدق بصدقة من كسب طيب أخذها الله بيمينه فيربيها له. ربي سبحانه يقول لكم تصدقوا أصدق عليكم، أنفقوا من أموالكم على الفقراء والمحتاجين أنفق عليكم. يكفي بخل يا ناس، يكفي شح، يكفي كذب، يكفي نفاق، يكفي خداع، يكفي كنز للأموال والذهب والفضة. قال لك الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله لهم عذاب أليم. يعني مذكر والذكرى تنفع المؤمنين، وأنا لكم من الناصحين إن شاء الله. هذه نصيحة تدفع عنكم البلاء وتدفع عنكم المصائب والهموم. الصدقات فضلها لا يحصى ولا يعد، ولو بقينا إلى أيام عديدة نتكلم عنها لما انتهينا. اسمعوا إلى هذه الكلمة الآن. آخر اللحظات حينما يموت الإنسان وحينما يأتيه الموت للاحتضار يتذكر أمرا: أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني. ليش؟ ما يبغى يعيش لأجل دنياه، ولا قال في هذه اللحظة يبغى يرجع فقط لأجل أمرين اثنين: فأصدق. طيب ليش ما قال فأصلي أبر بوالدتي؟ قال فأصدق لأنه رأى أثر الصدقة والعطاء وصنع المعروف. إن كان من أهله أراد الزيادة، وإن كان لم يكن من أهله ندم على عدم فعله ورغب أن يرجع إلى الدنيا حتى يصدق ويفعل الخير. أنت اليوم في سعة، أنت اليوم في متسع، قبل أن تعض على أصابع الندم ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا، انتهى الموضوع. آخر اللحظات حينما يموت الإنسان وحينما يأتيه الموت للاحتضار يتذكر أمرا: أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني. ليش؟ ما يبغى يعيش لأجل دنياه، ولا قال في هذه اللحظة يبغى يرجع فقط لأجل أمرين اثنين: فأصدق.